هلو يا حلوين، اهلا بيكم فيديو جديد وبجد وحشتوني قوي قوي. والنهارده الفيديو من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها وهو فيديو مشتريات. والنهارده الفيديو هيكون مشترياتي من امتنان للشعر وللبشره وللجسم. فلو انتوا مهتمين بالفيديو تابعوا الفيديو لحد الاخر وما تنسوش تعملوا لايك تحت الفيديو ده عشان تدعموني. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على تيك توك وعلى انستجرام، بنزل حاجات كتيره قوي مهمه هناك مش بنزلها هنا على اليوتيوب. فلو انتوا عايزين تستفادوا اكتر هسيب لكم اللينكات كلها في تحت في الديسكربشن بوكس وفي اول كومنت علشان تروحوا تتابعوني هناك. ويلا بينا نبتدي مع بعض. اول حاجه جبتها من عند امتنان هما 2 زيت عطري. اول زيت معانا هو زيت اللافندر اللي هو ده شكله، وهو عباره عن نقاطه كده بالمنظر ده. انا بحب اجيب من عندهم قوي زيوت علشان انا ضامنه الزيوت بتاعتهم برقبتي، لاني جربتها كتير جدا وخلصت منها حاجات كتير جدا وجبت تاني. فاول حاجه جبتها هو زيت اللافندر. تاني زيت عطري جبته هو زيت النعناع الفلفلي، وده برضو نفس الحكايه بقطاره كده من جوه نفس الحكايه. انا جايبه الزيوت دي علشان ايه؟ تكثيف الشعر، عامله ميكس كده حلو قوي. طبعا في زيوت تانية عندي هنا اوريدي يعني. طيب الزيت اللي بعد كده جبته هو زيت الجرجير اللي هو ده شكل العلبة بتاعته. تمام. ومن جوه بيكون عامل كده. زيت الجرجير حلو قوي برضو في تتقيل الشعر. الزيت اللي بعد كده جبته هو زيت البامكن سيد اويل. بامكن سيد اويل نازل عليه ضجة فترة كبيرة قوي، وقد ايه ان هو زيت حلو قوي في تتقيل الشعر وتكثيفه وخلي الشعر صحي وكل الكلام دون. انا ما جربتش الصراحه البامكن سيد اويل قبل كده، فقلت ان انا اجيبه واجربه. هو اسمه بالعربي زيت بذر القرع العسلي. تمام. فهو بجد برضو من الحاجات اللي بيقولوا ان هي بتقل الشعر قوي قوي. جبته طبعا عشان الكومبو بتاعي. الزيت اللي بعد كده جبته هو زيت الخروع. هم غيروا شكل الباكجينج من كده، بقت كده في زيت الخروع وزيت الجوجوبا. لسه الباقي هم قالوا لي ان هيغيروا الباقي يبقى نفس كلهم نفس العلبة دي. فالزيت اللي بعد كده جبته هو زيت الخروع، ودي كانت شكل العلبة الجديدة او الباكجينج الجديد بتاعهم. كانت ب59 جنيه، برضو من اسعار الحاجات الحلوة قوي عندهم. وعلى فكرة برضو البامكن سيد اويل مش غالي، سعره 44 جنيه، حلوة قوي. وحجم العلبة بتاعته هوريها لكم دلوقتي، حلوة جدا برضو. دي شكل العلبة. الحاجة اللي بعد كده برضو جبتها من عندهم واستغربت قوي ان هم غيروا شكلها هو زيت الجوجوبا. غيروا برضو شكل الباكجينج وخلوه بخاخ كده. انا لسه ما جربتش الصراحه، هو لسه مقفوله مبرشمه. ما جربتش البخاخ بتاعها عامل ازاي، وما جربتش هل هي بالبخاخ حلوه ولا لا. بس كنت محتاجه زيت الجوجوبا من عندهم قوي لان بتاعي قرب يخلص، وانا اوريدي مدمنه زيت الجوجوبا من عندهم يعني. فزيت الجوجوبا من اكتر الحاجات اللي انا بحبها جدا في الروتين العنايه بشعري، لانه من اكتر الزيوت الشبه طبيعيه اللي بيفرزها بشرتنا وشعرنا. فبالتالي بيبقى خفيف على البشرة وبيبقى خفيف على الشعر. وكمان بستخدمه از سيروم بعد الحمام، بحطه كده على اطراف شعري وبدعك شعري بيه يعني، وبسيبه ينشف عادي كأني استخدمت السيروم. بجد بيبقى تحفة جدا. جربوا زيت الجوجوبا لكل انواع الشعر، سواء عايز بروتين او قليل البروتين او اي حاجه. جربوا زيت الجوجوبا لكل انواع الشعر، بجد حلوه قوي 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 قوي. تدي كمان لمعه على الشعر كده، رهيب رهيب يا جماعه. الحاجه اللي بعد كده برضو جبتها هو الشيا باتر بتاعتهم. انا اول مره اعرف ان هم عاملين شيا باتر، ولما لقيتها عندهم في الماركت يعني او في المحل رحت جبتها. استنى افتحها لكم. دي شكلها من جوه، هي رو شيا باتر، يعني هي شيا باتر خام. ريحتها بشعة يعني. اما ريحة الشيا باتر عامة ما بتبقاش حلوة قوي، بس هي كويسة يعني. انا من ريحتها انا عارفة ريحة الشيا باتر، وعارفة لما بتشموها اذا كان بيور ولا لا. فهي بيور ومن الحاجات التقيلة وبجد حلوة قوي. بس العلبة صغنونة قوي يعني بالنسبة لي. العلبة انا حاساها صغيرة قوي، مش عارفة مش كاتبين عليها كام جرام، بس حاسه ان العلبه بتاعتهم صغننه جدا. طيب الحاجه اللي بعد كده جبتها هو الشاي الماتشا. شاي الماتشا من الحاجات الاساسيه اللي لازم اشربها اول ما اصحى من النوم. هما ما كانوش نزلوا في العلبه دي غير قريب قوي، كانوا دايما بينزلوا الباكجينج الكبيره ب200 جنيه. فانا ما كنتش عايزه الباكجينج الكبير، كنت عايزه حاجه كده صغننه على قدي. علبه 90 جرام ب90 جنيه. هوريكم برضو شكلها من جوه. انا اوريدي دي فتحتها واستخدمتها. هي شكلها كده من جوه، وريحتها ريحة الحنة. عارفين ريحة الحنة؟ ريحتها حنة.
فدي من الحاجات الأساسية اللي لازم أجيبها، لأنها مليانة مضادات للأكسدة اللي جسمنا محتاجها، اللي شعرنا محتاجها، اللي بشرتنا محتاجاها. بيحارب التجاعيد، ويحارب كمان سقوط الشعر، ويحارب الشوارد الحرة الموجودة في الجسم، وكل الحاجات دي. كمان ان شاي الماتشا فيه مادة بتحسن المزاج، هو فيه كافيين بس قصادها مادة تانية تخلي المزاج حلو، بس الكافيين اللي فيه مش اعتمادي، يعني مش حاجة تاخديها اللي هو تتعودي عليها، لو مش شربتهاش تصدعي، مش زي القهوة يعني. بس المادة دي بتحسن المزاج كده وتروق البال يعني، وبتخليكي كأنك عاملة جلسة مديتيشن او حاجة. اللي بعد كده جبتها من عندهم اوريدي برضو استخدمتها، هي الجينيكو او الجينكا. الجينيكو بلوبا او مشروب الجينكا ده يعني كانوا بيستخدموه في الطب الصيني الشعبي زمان. والجينيكو بلوبا ليها فوائد كتيرة جدا للشعر، برضو بتحارب سقوط الشعر والحاجات اللي زي كده. انا اوريدي استخدمته للاسف، ما فضلش منه غير 2 باكيتس بس هنا، اخر 2 باكيتس. خلصتهم لان كنت كل يوم اقعد اشرب لي كوبايه، فخلصوا بسرعه. ودي كانت كل الحاجات اللي انا اشتريتها من امتنان. بس اشتريت برضو من الصيدليه زيوت، برضو عايزه اقول لكم عليها بالمره. اشتريت برضو من الصيدليه البامكن سيد اويل، او برضو زيت القرع العسلي. لقيته عندهم سعره حلو قوي، 30 جنيه تقريبا اهو. العلبوه دي كلها كبيره جدا، مش كاتبين عليها حجمها قد ايه، بس العلبوه كبيره يعني. وب 30 جنيه بس. بتاعه الصيدليه ليها ريحه نفاذه شويه كده، مش حباها قوي، بس بتاعه امتنان ملهاش ريحه. الحاجه اللي بعد كده جبتها برضو من عندهم هي الاورجانيك شيا باتر، برضو من الصيدليه. كنت محتاجه العلبه الصغيره دي علشان استخدمها في حاجه يعني. ف اوريدي انا استخدمت منها شويه يعني بستخدمها منها معلقتين، كنت عاملاها معاكم على التيك توك طريقه عمل الصدر، فكنت مستخدمه معاها الشيا باتر. الحاجه اللي بعد كده جبتهم هما الثلاث زيوت دول. اول حاجه زيت الروزماري، جبت منه اتنين زيت روزماري، وواحد زيت نعناع. ماشي، دي الثلاث زيوت اللي انا جبتهم برضو، وهم برضو الصيدليه عاملاهم بطريقه حلوه قوي، بدروبر كده، دروب برضو كده، وبتبتدي تسقطي كام نقطه اللي انت عايزاهم على ايديكي او كده. بس دي كانت كل الحاجات اللي انا اشتريتها من امتنان من الصيدليه. لو عايزين بقى اكتب لكم بعمل بالحاجات دي كلها اكتبوا لي تحت في الكومنتس، وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو بروتين شعري الجديد اللي بقى لي فتره ماشيه عليه يعني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي باي.